بعد ما عملتها خليط كده وبدرتها ابدا اعمل عمليه اقامه، يا اما اقامه خطوط يا اما اقامه مساطب. لو انا هزرع على خطوط يفضل ان يكون عرض الخط 40 سم، لو هزرع على مساطب يفضل ان يكون عرض الخط 70 سم. مسافات الزراعه من 25 سم الى 30 سم ما بين الجوره والاخرى. طرق الزراعه يا اما هزرع بالبلنتر يا اما هزرع بالعماله اليدويه يا اما هزرع شتلات. الشتلات ملجأش ليها الا في حاله ان انا بزرع متاخر او ان انا عندي محصول اخرني ومضطر ان انا ازرع نبات الكروي، لان زي ما حضرتك ذكرت لك من مشاكل الزراعه متاخره قوي انها تعمل نباتات متقزمه، ما يبقاش خد عدد الوحدات الحراريه بتاعته، فبالتالي بيحصل عندك دوارفنج بلانت او اللي هو ستاند بلانت، النباتات المتقزمه. بعد ما زرعت هروي ري الزراعه. بعد ري الزراعه من حدود يعني من 10 ل 12 يوم يتم اجراء ري